انا بقى هقول رايي، ومعلش اللي يزعل يزعل. من كام يوم كده طلع علينا شيف وقال ان الوصفه دي تعتبر احلى وصفه محشي، وتتفوق كمان على المحشي بتاعنا احنا كمصريين، وخصوصا الكرنب. طبعا انا ما كدبتش خبر وجريت جري عملت الوصفه زي ما هو عملها بالظبط علشان اقول لكم رايي، والله بما يرضي الله. اول حاجه جبت الرز المصري بتاعنا والعصفر، واتاكدت ان هو اصلي، وانتوا عارفين ان انا دايما بستخدم الحاجه الاصلي. ونزلت عليه، طبعا الرز يكون مغسول، ونزلت عليه بالعصفر بتاعنا بعد ما فركته كده بايدي. وبالمناسبه يعني الاكله دي مكلفه جدا عن الاكل بتاعنا. طبعا دي التوابل اللي هو حطها كانت عباره عن كمون وفلفل وسبع بهارات وملح. وبعدين فركتهم كويس قوي قوي لحد ما خليت كل الخليط يتجانس مع بعض. بالمناسبه انا ما عملتش غير نص كيلو رز بس، علشان ما جازفش قوي في الوصفه بتاعت النهارده. وجبت كام فص توم كده دقيتهم مع ملح وفلفل اسود، وبعد كده رحت رايحه مرجعاهم حطاهم على الخليط اللي احنا عملناه، اللي كان عباره عن الرز والبهارات. تمام. بعد كده طبعا انا قسمتها اتنين عشان هقول لكم انا هعمل ايه. قلبت كل ده مع بعضه مع الرز، ورحت بقى جبت اهم مكون واللي بيخليها فعلا مكلفه، وهو اللحمه المفرومه. محدش يركز مع اللون الغامق ده لاني سبتها مكشوفه لما جبتها من عند الجزار لحد ما عملت بيها الوصفه. قلبت كله مع بعضه وظبطت كل المقادير بتاعتنا، ورحت بقى علشان خاطر اجهز الكرنبايه بتاعتنا. هما بيحشوه بورقته يا جماعه. الاول اتخلصت من الرز زي ما انتم شايفين كده، ورحت علشان ان انا اسلقها زي ما هتشوفوا. انا في العادي بسلقها سليمه وبسحبها ورقه ورقه بعد ما اقلبها زي ما هتشوفوا كده. تمام. احنا المصريين بنقطع الورق ومش بنسيبه على طول. هم بيعملوا ايه بقى يا جماعه؟ بيجيبوا السكينه وبيشيلوا الجزء اللي قدامكم دوت، وبعد كده بيقسموا يا اما الورقه نصين يا اما بيسيبوها على طولها. ده اللي انا شفته في الفيديو، وده اللي انا يعني استغربته، بس هو دي طريقتهم وهم مرتاحين فيها. تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا لقيت الورقه كبيره رحت قسماها اتنين وشلت العرق اللي في النص ده علشان ولا بلفها تكون سهله عليا. ابتديت احط الحشوه. هنا مش بيحطوا اي بقى خضره يا جماعه. ابتديت الف الصباع ما شاء الله، يعني تنجزيه في 10 دقايق ما شاء الله. يعني ابتديت الف الورق زي ما انت شايفه كده، احط كميه من الحشوه والفه زي ما هتشوفوا كده. الموضوع احلى ما فيه بصراحه يا جماعه، واحقاقا للحق يعني منجز جدا فوق ما تتخيلوا. سريع، بس هل النتيجه بتاعته حلوه زي بتاعنا؟ ده اللي هنعرفه. ابتديت ارصه في الحله زي ما انتم شايفين كده، وابتديت بقى اعمل ايه. هو المفروض ان هو حط لحمه في القاع تحت في الحله، بس طبعا انا يعني ما كنتش حابه ان انا اجازف اكتر من كده واهدر كميه لحمه اكتر من كده غير لما اجرب طعم الاكله دي. ابتديت انزل هنا بتوم، وحط توم كتير قوي قوي، وحط دبس رمان، وحط نعناع بس حطه متاخر، وده اللي انا هعمله بالظبط. بعد كده حطيته على النار لحد ما الكرنب استوى، اخد بالظبط حوالي ساعه الا ربع. بعد كده جبت النعناع اللي هو قال عليه وفركته وحطيته في اخر مرحله قبل ما ننزله من على النار بحوالي ربع ساعه. وبعد كده ابتديت ان انا انزله في الحله. عايزه اقول لكم والله يا جماعه، يا خساره النص كيلو لحمه، والله العظيم يا خساره النص كيلو لحمه. لو كنت عملته كبيبه كبه يعني، ولو كنت عملته يبرق اللي هو ورق العنب السوري، كان هيكون اطعم مليون مره. لكن الخلطه دي مع الكرنب مش لايقه خالص. المحشي بتاعنا احنا توازن رهيب في الطعم والنكهات، بجد يتفوق على ده. مش عارفه ازاي هو قال ان ده يتفوق على كل انواع المحشي اللي موجوده في الوطن العربي. عفوا يا شيف، مفيش احلى من خلطتنا المصريه، وده رايي.